عن محمد بن العباس الفربري قال: كنت جالسا مع أبي عبد الله البخاري بفربر في المسجد، فدفعت من لحيته قذاة مثل الذرة أذكرها، فأردت أن ألقيها في المسجد، فقال: ألقها خارجا من المسجد. نعم، يعني انظر، هذا البخاري الإمام يعني تلميذ الفربري وهو من رواة صحيحة، يقول: أخذت من لحيته شيء من الأذى قليل مثل الذرة، وردت أن ألقيها في المسجد، قال: لا، خارج المسجد. قال: لا، خارج المسجد. فالمساجد تصان حتى وعن من الأشياء اليسيرة القليلة. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن المسجد يصان حتى عن القذاة التي تقع في العين، يعني الشيء القليل اليسير تصان المساجد عنه، وهذا من التعظيم لبيوت الله، من التعظيم لبيوت الله عز وجل. نعم.